فها هو الآن أمام أعينكم بدمه ولحمه يخاطبكم مباشرة دون أقراص، وهذا مجهود نسأل الله عز وجل أن يتقبله منا. فالدكتور محمد الفايد هو من مواليد 1955 بولاد السعيد بالسطات، متخصص في الصناعات الغذائية، حاصل على الدكتوراه في التقنيات البيوتكنولوجيا، وحاصل على الدكتوراه في الصناعات الغذائية، ومهندس دولة في الصناعات الغذائية داخل المغرب وخارجه، عضو نشيط في مجموعة من الجمعيات داخل المغرب وخارجه، عضو في الجامعة لنيويورك للعلوم، جامعة نيويورك للعلوم، وعضو في جمعية البحر الأبيض المتوسط لحماية البيئة، وعضو في جمعية حماية وتوجيه المستهلك، وعضو في جمعية الجودة بفرنسا، وعضو في جمعية البيوتكنولوجيا، وكذلك حاصل على جائزة الحسن الثاني للاختراع سنة 98، وحاصل على الجائزة الثانية كذلك للحسن الثاني في البيئة سنة 98. وتوج كل هذه الأعمال وكل هذه الجهود توجها أنه حامل لكتاب الله عز وجل. إذن فهنيئا لنا جميعا بدكتورنا وبضيفنا العزيز، رغم ما ألم به من مرض وألمح أكثر من مرة أنه يريد الاعتذار وعدم الحضور لكثرة الأشغال المتتابعة طيلة السنة، وكان آخرها كان حاضرا في مؤتمر طبي كبير جدا ومهم جدا، ولكن آخر المكالمة كانت معه وهو على فراش المرض، فأجابني في الهاتف متتاقلا متتائبا، ورغم ذلك ألححت عليه في الحضور وقلت له ولو تحضر لتعتذر للشعب الخريبكي وكفى، ولكن تحمل مشاق الطريق وراح اعتذر إلى آخره. إذن حتى لا أطيل أحبتي الكرام ونفتخر بهذا، فالدكتور معنا نسأل الله عز وجل له الشفاء العاجل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل أعماله وأن تكون خالصة لوجهه الكريم، وأن يفيد بعمله هذا وأن يساهم المساهمة الفعالة في ميدانه وفي تخصصه. نسأل له التوفيق والسداد، فليتفضل ضيفنا الكريم مشكورا، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هل يقدر أحد على الاعتذار لكل هؤلاء الحاضرين؟ فوالله ولو حملوني في محمل لأتيت إلى مدينة خريبكا لهؤلاء الوجوه. الحمد لله الذي لا بد لنا من لقائه، صابرين على حكمه وقضائه، وهو لا يغلق على عبده بابا حتى يفتح له أبواب. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النعمة المهداة إلى البشر وعلى آله وصحبه أجمعين. لا قبل أن نبدأ في الحديث حول هذا الموضوع الذي أصبح الآن موضوع البشرية في كل أنحاء العالم وليس في المغرب فقط، ونحن والحمد لله نواكب العالم ونواكب التقدم ونواكب كل شيء، فلدينا علماء ولدينا أشخاص أكفاء يعني في جميع الميادين، والحمد لله الذي أنعم علينا بكل النعم في هذا الوطن العزيز. أود أن أتقدم بالشكر إلى كل الذين ساهموا في هذا اللقاء من سلطات محلية ومن المجلس البلدي ومن الجمعيات، وكل الذين يعني أطروا قبل أن أحضر هذا اللقاء وساهروا على حضوركم وعلى أمنكم. فلهؤلاء أقول أن من أجل هؤلاء يجب أن نعمل أكثر، وأنا متيقن أن المملكة المغربية والحمد لله فيها ناس صالحون، فيها أشخاص صالحون دائما وإلى الأبد إن شاء الله، ولن نقطع الأمل، والإسلام متفائل جدا ولا يأخذ بالسلبيات. النظريات تأخذ بالسلبيات،
ولا ترى إلا الأسود والعمى. الإسلام متفتح ومتفائل، ويعني لا يبدأ بالسلب أبدا. فالقرآن المكي لم يبدأ بالتحريم، وحتى آية التحريم بدأت بالتحليل قبل التحريم. أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. عاد الآية الثالثة فيها حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به إلى آخر الآية. فالإسلام لا يأخذ بالسلبيات يا إخواني. الإيديولوجيات هي التي ترى العمى، وهي التي تأخذ بالسلبيات، وهي التي تنقض كل شيء. الإسلام لا ينقض ولا يرفض أي شيء. الإسلام يتأقلم ويتعامل مع كل الأشياء على وجه الأرض. فانظروا، القرآن يتكلم عن الأمر بالمعروف قبل تغيير المنكر، يأخذ بالإيجاب لا يأخذ بالسلب. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ماذا نفعل نحن؟ ننهى قبل أن نأمر. دائما تحريم، دائما منع، دائما أشياء يعني هكذا عمياء. فلو رجعنا إلى العقيدة الصحيحة، عقيدتنا هذه الإسلامية وشريعتنا الإسلامية، والله ما كان أي شيء يقهر هذه الأمة أبدا، ولا كانت هذه الأمة تقف أمام أي جبل من المشاكل أبدا، لا يمكن. لأن الله سبحانه وتعالى يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. هو أنزل الله سبحانه وتعالى القرآن ليشقي الناس بالصلاة وبالصيام وبالزكاة وبالعبادة وبتقوى الله والجار والجار والأم والوالدين والأبناء والزوجة والحيوان. حتى الحيوان يجب أن تتعامل معه برفق وبلطف. أو كان الله سبحانه وتعالى يشقينا بهذا الكتاب؟ أبدا أبدا. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. أو كان الله سبحانه وتعالى ينزل هذا الكتاب هكذا عبثا، هكذا يعني كلام هكذا منزل ثم نقرأه ونضعه هكذا فوق الرفوف في الغبار؟ لا، الكتاب جاء ليحيى به الناس وليعيش به الناس. لكن لما فرطنا في هذا الكتاب وانزلقنا، فكان أصابنا الله سبحانه وتعالى بهذا الانزلاق. فإما أن يعزنا الله بهذا الكتاب، وإما أن يذلنا الله بهذا الكتاب. فإذا تمسكنا به فلنا العزة، أما إذا زوينا عنه وتركناه فلن يكون إلا الذل. وانظروا أن الأمم، كل الأمم كلما ابتعدت الأمة عن العقيدة كلما دلت، كلما رجعت إلى العقيدة كلما أعزها الله سبحانه وتعالى. كيف كان الصحابة قبل مجيء الإسلام؟ لم يكونوا أي شيء، حتى أصبحوا قادة للأمة من حضرموت إلى الأندلس. ولذلك يجب أن نستحضر أولا أننا على حق، وأننا على صواب، وأن لدينا كل شيء صحيح، ولا نريد لأحد أن يصحح لنا حياتنا. لا نريد لأي أحد أن يعلمنا كيف نلبس، ولا كيف نغسل، ولا كيف نأكل، ولا كيف نجلس، ولا كيف نتكلم. لا نريد لأي أحد أن يعلمنا هذه الأشياء. لا نريد للغرب أن يعلمنا كيف نغسل. نحن نعلم العالم كيف يلبس وكيف يغسل وكيف يتكلم وكيف يتأدب وكيف تكون له الحكمة. حتى تركنا كل شيء وأصبح الغرب يعلمنا كيف نغسل 3 مرات في اليوم. يجب أن تغسل 3 مرات في اليوم. نحن نتوضأ 5 مرات في اليوم ما شاء الله. لكن لما يروح شبابنا إلى الغرب بدون عقيدة، فمن طبيعة الحال سيتشرب بتلك العقيدة العمياء ثم يرجع إلينا ليعلمنا. لما ذهب الناس من المدينة ليقرأوا الزراعة في الخارج، جاءوا إليكم بتقنيات خارجية ليعلموكم كيف تزرعوا الزيتون. سبحان الله. هكذا المهندسون الزراعيون والبياطرة تعلموا في الغرب، ثم يعودوا للمغرب ليعلموننا كيف نعالج الكسر عند النعاج والكسر عند الأبقار. وقد كان أجدادنا خير من كل العلماء الآن الذين على وجه الأرض. كانوا يعرفون كيف يزرعون الشعير وكيف يزرعون الزيتون وكيف يستخرجون زيت الزيتون من الزيتون وكيف يخمرون حتى الزيتون. حتى أصبحنا الآن نتطلع إلى العلوم الخاطئة، العلوم أقول خاطئة وأتحمل مسؤوليتي. العلوم الآن الصناعات الغذائية كلها تقنيات خاطئة، من تعقيم الحليب إلى استخراج الزيت إلى تصبير السمك. صناعة كلها خاطئة الآن. يجب إعادة النظر في هذه الأشياء التي الآن تقتل العالم
وقد سمعتم ما يقع الآن في إيطاليا وفي ألمانيا وفي الدول الغربية وكذلك في أمريكا، أن الآن الشعوب تريد الرجوع إلى الطبيعة، تريد أن تأكل من خشاش الأرض. ولكن أين هو خشاش الأرض إذا كان الحلزون أصابته التقنيات الحديثة؟ حتى الحلزون الآن يربى، النحل يربى، كل شيء الآن أصبح بتقنيات غربية. فأين نحن من هذه التقنيات؟ وأين آباؤنا وأين أجدادنا وأين تقنيتنا وأين معرفتنا وأين ما شاء الله، يعني ما شاء الله. يأتي الغرب ليعلمنا كيف نربي القنية، وكيف نربي الديك الرومي، وكيف نربي الدجاج، وكيف نولد البقرة. حتى البقرة ما بقيناش نعرفوا نولدوه، سبحان الله. هذه هي الذل، هذا الذل والاحتقار لهذه الأمة. إذا كنا ما نعرفوش نلقموا الزيتون، هذا ذل واحتقار. باش نحتاجوا حنا التقني من الغرب يجي يعلمنا كيفاش نلقموا الزيتون، ولا حتى النعناع، نلقموا النعناع. ما شاء الله، يعني الفلاحه ديالنا ما عمرهم حرثوا هذا النعناع ولا حتى راوه كيف ينبت، سبحان الله، يعني ما شاء الله. ولا حتى يعلمونا ان البطاطا هذه، البطاطس خير من البطاطا. كاين فرق ما بين البطاطا والبطاطس في الاكل. هذه الفلاحه غادي يعرفوا احسن من هذه المسائل. هنا البطاطس هي بطاطس جيدة. علاش؟ لأن النساء ولاو كيشويوها وجيدة وجميلة. لماذا؟ لأنها نبات الغرب، لأن البذور تأتي من الغرب. البطاطا الحلوة ديالنا اللي كنا كنزير لا نستعمل فيها لا سماد ولا أي مبيدات، ولكن البطاطا الحلوة هذه متخلفة هذه. والقرعيات، هذه القرعيات القرعة هذه ليس فيها شيء غذائي، هذا شيء خبيث. وماذا نأكل؟ ونأكل الإسبانخ، لأننا شلناه في الأفلام. الإسبانخ غني بالحديد، سبحان الله. والشعير المغربي ليس فيه حديد، والدجاج البلدي في المغربي ليس فيه حديد، والسمك ليس فيه حديد، سبحان الله. يعني هذه هي الأشياء الخطيرة التي يجب أن نتجنبها. فأنا أرجع إلى لقد دخلت في الموضوع ولو أن المقدمة كانت طويلة. إذا استمر الأمر على هذا الإلقاء سننتهي من المحاضرة في صلاة الصبح إن شاء الله، ولكن إن شاء الله سأحاول ما أمكن أن ألخص. فالنظام الغذائي السليم أو التوازن الغذائي، أو سميته مؤخرا حتى لا تصاب بأمراض، هكذا العنوان، حتى لا تصاب بأمراض. هذا هو العنوان الجديد للمحاضرة الجديدة التي جمعت فيها يعني تقريبا 3 محاضرات. فهي تمشي بنظام بسيط سهل. أنا أضمن لكم وممكن أن أصادق على التوقيع في المقاطعة ولا في البشوية، أنا أضمن لكم أن لن تصابوا بأمراض إذا اتبعتم هذا النظام. أنا أضمن لكم هذا الشيء، رغم أن يعني تضمن لي شيء أنه لا يمرض، يعني حتى في الإسلام فيه نظر لا يمكن. ولكن إذا اتبعتم هذا النظام فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشبع. هذه القاعدة كثير من الفقهاء، يعني كل الناس يعرفون الحديث لأن الحديث متواتر. كاين بعد نوع من الحديث الذي لا يعلمه إلا الفقهاء، ولكن كاين نوع من الحديث الذي يحفظه العام يعني كل الناس. فهذا النوع من الحديث هو ما يسمى بالحديث المتواتر والمأثور، وكل الناس يحفظونه. عليهم لا يحفظون العنعنة ولا الأصل ولا أصحابه ورجاله هل هم ثقات أم لا، أم سلسلة ذهبية أم يعني هذه يعني عليهم أدوات فقهية. لكن النص والحديث والمعنى والمغزى كل الناس يعرفون هذا الحديث. نحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشبع. إذا التزمتم بالحدين في علم التغذية، انظروا ماذا هنا اللي ريسك هذا، يعني من أين يأتي السرطان. إذا التزمتم بها الحدين، لا نأكل حتى نجوع، إذا أكلنا لا نشبع. الحد الأول الجوع، الحد الثاني لا تنتفخ البطون، يجب أن لا تنفخ البطون، خليوا الثلث للأكل، ثلث للماء، ثلث للنفس. إذا اتبعتم هذا النظام سنستأصل أكثر من 38% من الزوائد والسرطانات وارتفاع الضغط وأمراض القلب والشرايين والتخمة. إذا اتبعتم هذه القاعدة، نحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشبع. ماشي غير تقراوها، طبقوها الله يرضي عليكم، لأن الغريزة والطعام غريزي والشهوة غريزية، والعبادة بالطعام هي أول ما شرع الله للبشر. لما خلق سيدنا آدم يعني كل الأشجار وكل الخيرات في الجنة، ولكن نهاه عن شجرة واحدة فقال: ولا تقرب هذه الشجرة، وعرفها له. باش ما يقولوش أصحاب القانون لا يعذر أحد بجهله القانون، لا، وراها ليه، قال لي هذه، قال لي لا تقرب هذه الشجرة، عرفها له، ومع ذلك اقترب من هذه الشجرة. ولذلك أقول أن سياسة المنع سياسة غير صائبة،
لما تمنع الناس عن الأشياء يذهبوا إليها. يعني سيدنا آدم لما منعه الله سبحانه وتعالى من شجرة واحدة من بين مليارات الأشجار أكل من هذه الشجرة. ونحن كذلك، جميع الحيوانات يعني هي يعني مرخصة، لكن لا الخنزير حيوان واحد حرام ونأكله، والخمر مشروب واحد حرام، ومع ذلك يذهب إليه الناس من بين الخيرات العديدة التي أعطاها الله سبحانه وتعالى للبشر. فنتبع هذا النظام. النقطة الأولى هي أن يكون الجسم دائما يحس بالجوع وليس بالانتفاخ. هذا هو الحد اللي خص الجسم يكون عليه. لماذا؟ لأن ممكن أن تعرف الجسم لما يكون في حاجة، ولكن لا يمكن أن تعرف الجسم لما يزيد عن الحاجة. لا يمكن أن تعرف. أنت ملأت بطنك بنصف كيلوغرام من اللحم، والجسم يحتاج من 35 إلى 50 جرام، لا أقل ولا أكثر، تسد حاجة الجسم. يعني ما بين 50 جرام حتى 500 جرام، زيد على الخبز وزيد لك الماء اللي شربتيه وزيد على السكريات وزيد المسائل، غادي تلقى ابتعدت من الحد الأدنى ب1500 مرة في المئة. ما يمكنش تكون صحيح، لا يمكن بتات، لا يمكن. لازم تكون عندك ارتفاع الضغط، ليبرتنسيون، لازم يكون عندك زوائد، لازم يكون عندك سرطان، لازم يكون عندك أشياء، ولو بعد حين، يعني ولو بعد سنوات. أما إذا التزمت الحد الأدنى وهو الجوع، أن تكون ماشي عليهم. في الآخر المحاضرة الناس غادي يخرجوا يقول لي هاد خينا جاي من الجوع، هادشي باش جا. لا، ما الله يرضي عليكم، ما جيتش الجوع. أنا يعني أقول بأن باش تعرف الجسم ديالك واش فايت الحد ولا ما فايتش الحد، هو اللي في الكيمياء تنسميه التيتراج اسيدو بازيك. ملي كيولي ذاك اللون احمر تتعرف بان القدر وصلتي ليه، تيتراج اللي تنسميه الدوزاج بالفرنسيه. باش تعرف الجسم ديالك، باش دوزي، باش تقاد، يعني التقدير الادنى هو ان الجسم من الاحسن يكون يحس بالجوع، يكون يحس شيئا من الجوع. ثم تتعرف تتضبط ان الفيزيولوجيا ديال الجسم متوازنه، انك على احسن ما يرام. اذا كان من غير الممكن، شو الاسلام شحال فيه من حل، ما شاء الله، لدينا البديل، لدينا العلم، لدينا حلول، لدينا كل شيء، ولكن يجب أن تتبعها. الله سبحانه وتعالى أشنو شرط على سيدنا موسى وسيدنا هارون عليهما السلام؟ أشنو شرط عليهما؟ ملي دعاوا على فرعون، لقد أتيته زيتا في الحياة الدنيا ومعتنا ربنا يريدنا عسى، باش نشرب لقد أجيبت دعوتكما فاستقيما. شرط عليهم الاستقامة، لقد أجيبت دعوتكما فاستقيما. الله سبحانه وتعالى لو استقمت يا أخي، أنت كنت لا شيء، ماشي خلية، كنت لا شيء. الناس تقول لك خلقت من خلية حقيرة، لا، أنت كنت لا شيء، كنت عناصر متلاشية في الطبيعة، كنت كربون وهيدروجين وأكسجين، كنت لا شيء. خلقك الله من عدم، من لا شيء، ثم أصبحت خلية، ثم خليتين، ثم 4 ف8، ثم جسم ب75 كيلو 80 كيلو، وقامة ديال متر ونصف ومتر و80 سنتيمتر. كنت لا تخفى على الله لما كنت خلية، وأنت الآن 78 كيلو وتخفى على الله. هل ممكن؟ لا يمكن. الله يعلم خليتك السرطانية، والله الله يعلم هذه الخلية، ويعلم أنك مريض، ويعلم أنك مصاب بسرطان. فلا تقول حالة تبغي تقول أن الله إنساني، ولا أن هذا الشيء غير عفوي في الطبيعة، وأنني تمرضت وواحد 5% أنا ممدوك 5% اللي مرضوا. ممكن يكون 0% مريض، ممكن تكون 98% مريضة، ممكن، لكن بما كسبت أيديك، بتصرفك أنت، بسلوكك. فإذا كان من غير الممكن أن يضبط الشخص التغذية فليصم. اللي ما بغاش يصوم، ما بغاش ينوي الصيام، ما بغاش يعبد الله، يجوع. أنا كنقولوا جوع يومين في الأسبوع، ما تغداش، غير يومين ما تغداش، كاع لا تصوم، غير يومين ما تغداش. أنا اللي كيهمني هو الصحة الناس، يعني اللي بغيتي تعبد الله منك ليه، أنا ماناش وسيط بينك وبينه. إذا ما قدرتيش تصوم، جوع يومين في الأسبوع، جوع يومين في الأسبوع. أنتم كديروا الرياضة كل صباح، جوعوا مرتين في السيمانة، ماشي تجوعوا غير ما تغداوش، مرتين في الأسبوع ما تغداوش. 3 الجمعة ولا الحد ولا 4 ولا اللي بغيتي، تخير 2 والخميس، دير اللي بغيتي. الإسلام ما كيحدد لا لون ولا نهار، الإسلام ما كيحدد كاع اللون، لا الخضر ولا البيض ولا الصفر ولا الكحل، بس اللي بغيتي، وما تيحددش. الإسلام ما كيمشيش لهذوك القشور، الإسلام يعني يتسامى عن هذه الأشياء. فلا ما قدرتيش تصوم، جوع مرتين في الأسبوع ما تغداش، وغادي تشوف. يعني هيا جربوا، سترون بأنفسكم. يعني اشربوا الماء كثير وجوع مرتين في الأسبوع، غادي تشوف بأن الجسم ديالك كيتضبط. انت ضبط نفسك بلا ما يضبطك الطبيب، انت ضبط نفسك.
ثم إذا كان من غير الممكن، الحل الثالث على الأقل صوموا رمضان. راه نقدر نقسم لكم أنا ما كتصوموش رمضان، من الناحية الشرعية أنتم تصومون رمضان، صيامكم مقبول، ولكن من الناحية الطبية راه حتى شي واحد ما تيصوم رمضان. راه كيقلبوا الفطور رمضان ورمضان فطور، تيقلبوا النهار ليل والليل نهار. على الأقل صوم رمضان صوم رمضان، جوع، طيح الوزن ديالك وضبط الفيزيولوجي ديال الجسم، صوم كما بغاك الله تصوم. معنى كما بغاك الله تصوم أنك تأكل نفس الشيء الذي كنت تأكله في الشهور الأخرى، ثم تعمل بنفس العمل الذي كنت تعمل به. ماشي ما تقربوش ليه راه صايم، بعدو منه راه غادي يتقلق، خليو ناعس راه عياله، وراه صايم ما يخدمش، مع صايم ما يطلعش الدروج، صايم ما يتقداش، صايم ما يجبدش الماء، صايم ما يسرعش، صايم ما يحرجش. أنا لا يمكن، خصك تصوم على الأقل رمضان. والله ثم والله 3 مرات لو كانت الأمة تصوم رمضان طبيا أقول، أما فقهيا مقبول صيامكم، والله لو كنتم تصومون رمضان كما ينبغي أن يكون من الناحية الطبية، فوالله لن يصاب أحد بالأمراض من الزوائد، من الزيادة في الأكل، لأن هناك أمراض تأتي من الزيادة في الأكل، وكاين أمراض تعفنية من طبيعة الحال، هذيك جرثوم كيصيبك كتمرض. لكن أنا أتكلم عن الأمراض المستعصية، الأمراض الخطيرة. الآن هل هناك أمريكي الآن ليس في أمراض القلب والشرايين؟ ليس هناك أمريكي الآن بدون أمراض القلب والشرايين. هل هناك أمريكي بدون ارتفاع في الضغط؟ الأولى هي يجب عدم الإكتار في الأكل، وهو الفقرة الأولى من المحاضرة. ربما نمر بسرعة بالأنجليزية، ولكن إن شاء الله نكلمها بالعربية. اللي كتشوفوا على الشمال لي ريسك فاكتورز، هذو العوامل اللي يعني الاحتمال ديال السرطان، والآن هذو البروتكتيف فاكتور، هذو اللي كيحدوا من السرطان. الأولين كيسبوا السرطان، الثاني كيحدوا من السرطان. الدسم يعني الناس اللي كياكلوا المشوي كل نهار، واللي ما تاكلوا على المشوي طول حياتهم ولا شي حاجة، هذو مرض ما يمكنش. يعني أقل ما يمكن في كوليسترول ولا قطرة ولا حاجة. القطرة شنو هي القطرة؟ عندكم انتم مرض خطير. القطرة أقل ما يمكن أن يصاب به الناس اللي كياكلوا الدسم كثير. ممكن تاكل دسم مرة ومرتين في الأسبوع وتعمل من الجهد لتحرق هذه الدهنيات، نعم. أما أنك تأكل دسم ثم تجلس يعني هكذا بدون عمل، لا. فهذا يعني الدسم فات، ثم اللحوم، عاد الكيماويات الغير مغذية، ثم المضافات الغذائية، ثم الملوثات اللي كونتامينون، يعني تكون كيماوية أو تكون جرثومية. اللي كيحفظ منا سبحان الله، هنا كاين الحيوان كيسبب السرطان، هنا كاين النبات يقي من السرطان عموما، يعني عموما بلا ما ندخلوا في التفاصيل. هنا اللي فيبر هما الألياف، هنا الفواكه، الميكرونيتريانس اللي كاينه حتى في الكرفس والمعدنوس والنعناع إذا كان مزيان، عاد بعض المواد الغير المغذية. فنمشي أن الدسم المشبع هو الشحمة، نفرق ما بين الزيوت والشحوم. هنا الشحوم هي الأولى، يعني اللي غادي الفيبر هذه كتهبط وهذه كتطلع، يعني الفيبر ريتش فود، يعني الفيبر ريتش هما الألياف، هما لي سيريال، هما الحبوب، الشعير والقمح والأشياء اللي فيها الألياف. يعني سبحان الله، في وقت كان العلماء يقولون للناس أن الذي يأكل الحبوب متخلف ويجب أن تأكلوا لحوم، حتى أن أصبحت اقتصاديات البلدان تقاس بكيلوغرام بروتين مستهلك، وإذا كلما كان هذا الكيلوغرام المستهلك يعني ضعيف كلما كانت الدولة متخلفة. الآن العلماء كلهم يقولون كفى يعني ستوب 1800، كفى من اللحوم، إنها تسبب السرطان وارتفاع الضغط. وماذا نأكل؟ تأكل النخالة في محلها. ذهبوا من سنة الإنسان ورجعوا إلى سنة الحيوان. سبحان الله، الآن تأكلوا ليزيرن، في أمريكا تأكلوا ليزيرن فصة، وتأكلوا تبنت الشعير خضر. راكم شفتوا في الانترنت هذه الأمور، هذه ممكن تلقاوها في الانترنت باش تكذبوني مزيان، باش تقولوا هذاك راه غير كيهضر. اكتبوا جرين بارلي في جوجل في الانترنت، وغادي تلقاو قنينات فيهم قلاس. الناس ديال خريبكا، ولاد عبدون، الشاويه، ورديغه، قصبة التادله، كتعرفوا قلاس تعرفوا قلاس؟ هو ذاك الشعير اللي كينوض كيزرعوه الفلاحه، هو الاول باش ياكلوه البهيم في الليالي، كيطلع كيطلقوا فيه البهيم، كيسمنوا مزيان، كيتقادوا، كيوليو ينوضوا، مابقاوش كينوضوهم. هذا القلاس الان استراليا رائده في البيع ديالو للبشر وبثمن باهظ، كيوصل حتى $50. يعني قلاس الان تياكلوا البشر. ولا شي واحد فيه انيميا، لا عند شي واحد عنده انيميا الحديد، ولا عنده اصفرار، ولا ضعف في الجسم، ياكل القلاس، ينشفوا ولا يحمصوا في الفراح وياكلوا ان شاء الله، ويكون بصحه جيده تماما.
لا، علاش غادي ناكلوا كلاس؟ ناكلوا الشعير، الحبوب ديال الشعير، البندق اللي كنا تنصيبوه. احسن تغذيه الان لاصحاب الانيميا الحديد والفيتامينات الموجودين في الشعير لما يصل الى طور التلبن، ملي كيولي لبن، ملي كيولي حليب. هذاك الشعير الحبوب ديالهم ملي كيوليو حليب كيتمروا تما تيصايبوا منه البندق. حنا في الشاويه تنقولوا البندق. كاين على نوعين، السميده تيرطبوها في اللبن، وهذيك الزميته هذيك الرقيقه حتى هي كياكلوها باللبن ولا بالعسل، وهي اللي كانوا كيعطيو للاطفال وكيعطيو للنساء الحوامل والمراه ملي كتولد والمراه المرضعه. وهي الان للعلوم وقفت عليها ان هي المواد اللي خاصها تعطى للطفل الصغير، السيكوك والبندق. شتي العلوم فين وصلت؟ يعني وصلت للنظر ورجعت للحصيره عندنا ما شاء الله. يعني على اي نزيدوا الطوط الفات. المهم هذا الشيء كله، يعني هذه المسائل هذه تتمشي. اللوبيزيتي هي التخمه او السمنه، كتمشي للسمنه، والسمنه دائما مع يعني 4 هادو ما كيتفرقوش. دابا 5، دابا ولاو كيقولوا 5 بالانجليزيه، 5 ما كيتفرقوش. يعني السمنه اللي عنده سمنه مفرطه انه في طريقه الى السكري، وغادي يكون عنده ارتفاع الضغط، ومن طبيعه الحال كوليسترول والكارديوفاسكولار، يعني امراض القلب والشرايين. هادو ال5 اللي ما كيتفرقوش، والعلامه ديالهم هي الزياده في الوزن، ولكن ماشي زياده في الوزن عاديه، لان كاين اللي يعني الجسم ديالو غليظ شويه ولكن صحيح مزيان، يعني الوزن ديالو كيتزاد يعني شيئا فشيئا، ولكن اللي الزياده ديالو مفرطه، يعني ما تياكلش كثير ولكن الجسم ديالو فيه سمنه، فهنا كاين خطر. هنا كاين خطر، لازم الشخص هو يضبط نفسه. ممكن هو يضبط نفسه، الا كان ما قادرش يحبس الاكل فليذهب، انه في طريقه الى السكري، فليذهب الى السكري. الا ما قدرش يحبس الاكل، لا ما قادرش يداوى، اللي ما قادرش يجوع ما قادرش على الدواء وما باغيش الشفاء ديالو. اللي قادر على الجوع ما عمر تصيبو شي حاجه ابدا. هذه يعني التوصيات الاخيره ديال الاف دي اي ديال امريكا. ثم هادو يعني العدد ديال الام ار فيت هادو 361,000، لان الفاصله بالانجليزيه هي النقطه. هنا كتقرب الانجليزيه 361,622. لقاو من بيناتها هنا سبيشال انترفنشن 6418 اللي تجرات عليهم العمليه، واليوجوال كير زعما دوك اللي غير يعني تطبيب 6438. كان من جملتهم الكوليسترول والتدخين. هذا ماشي المجتمع ديالنا، وقانا الله جميعا، هذا مجتمعهم ليه ما وراء البحر، ديال التدخين وديال الكحول، والناس اللي باغيين يعلمونا العلوم، هادو هما اللي باغيين يعلمونا اش ناكلوا. هذا فكان من جملتهم يعني هادو الكوليسترول والتدخين. الكوليسترول في الغرب الان حدث ولا حرج، الكوليسترول حدث ولا حرج، ليس هناك شخص ما فيش كوليسترول في الغرب. ثم الكحول، وصلنا للكحول هنا. لما يجتمع الكحول مع التبغ، لما يجتمع كحول مع التبغ تعطي سرطان محقق بدون شك، ولو بعد حين. ثم التوبيكو كونسبشن مع الايثانول كيوصل للريسك هنا 81%. شوفوا شحال، 44 من 19 هنا 18، ملي كتوصل اكثر من 20 ثم 81% ديال الكحول ملي كيجتمع الكحول مع التبغ. هنا انواع السرطان، هنا الرئه عند الرجال، عند النساء سرطان الدم، سرطان الكبد، سرطان المعي الغليظ، الكولوريكتال والمستقيم، وكذلك سرطان المعده. يعني هنا يعني الكوريليشن يعني ما بيناتهم، تلقى ان الرئه من طبيعه الحال، الرئه بالناس اللي كيدخنوا سميتو 0.62%، يعني كنسميوها كوريلاسيون بوزيتيف، يعني هنا ترابط ايجابي. ثم كذلك الليفر 0.47، الكبد، سرطان الرئه وسرطان الكبد. هل هناك اخطر من هؤلاء؟ سرطان الكبد وسرطان الرئه، ليس هناك سرطان اخطر من هذه السرطانات، يعني ما شاء الله. فهذه معطيات ديال الاو ام اس ديال يعني الدول الغربيه. هنا يعني اندسترياليزيشن، تصنيع. كلما تقدمت الدوله صناعيا كلما تقدم السرطان، يعني سهله ياك، يعني كلما تقدمت الدوله صناعيا معنى تقدمت صناعيا. ما بقاتش تطبخ ولا تتركب في السياره ولا عندها الميكرو اوند ولا عندها الغساله ولا عندها الغسل الماعن ولا عندها هذيك اللي كتقلب لها الماطله في الليل سرحه، ولا يعني ملي كتصنع كيزيد السرطان. هذه يعني ملي كيناموا الناس على الحصير كانوا يحملون 150 كيلوغرام على اكتافهم. ما ينتحدى واحد فيكم دابا يهز خنشه ديال 100 كيلو على كتافه ولا يطلعها للكار كما كان من قبل.
كانوا الناس يهزوا 100 كيلو تطلعوها للكار على كتافهم، وبحال هاز ريشه ماشي يعني مزير ولا هاز 120 كيلو في كتافه طالع يجري. لكن ما بقاش، يعني علاش؟ لان التصنيع يعني خلى الانسان الان ما يعرفش حتى صحته هل هو يعني قوي ام لا. طبيعه الحال يعني كل شيء امامك. نعم، لا نريد، لما لا نريد هذه العلوم ونريد احنا هذا الترفيه، لما لا؟ ولكن ثانية الزياده في الترفيه فستنقص من اداء الانسان في هذه الكون. من طبيعه الحال فسيصبح كذلك كالاله، حتى هو كيترقع، كيحيدوا ليه ليستوما ويحيدوا ليه البنكريا، يحلوا ليه القلب، يحيدوا ليه الريه ويخليوا ليه غير وحده. طبعا تولي هو بحال الاله، تولي هو تيترقع. هذا هو المشكل. فعلى اي نصل الى اشياء اخرى. دائما شوف، دائما التبغ والكحول وتابعهم النظام الغذائي، الدايت. دائما هاد الثلاثه هذو عقلوا عليهم، التبغ الكحول والدايت. الدايت بالانجليزيه هو الحميه والنظام الغذائي، هو لو ريجيم. فهذا النظام الغذائي تلقاو ان يعني البيست استيميت، يعني هذه تقريبا تقدير هو 35% من مجموع السرطانات. والله شيء كثير. شوفوا 35% من جميع السرطانات المميتة، السرطانات يعني الخطيرة، هذه ديت كانسر ديت. فهذا الشيء يعني النظام الغذائي يا إخواني، هل ممكن أن يأتيكم المرض من غير ما تأكلون وتشربون؟ هل ممكن؟ لا يمكن أن يأتيكم المرض من غير ما تأكلون وما تشربون، إلا الحوادث، الله يحفظ، يعني إنسان يتهرس ولا يتجرح ولا حاجة أما الأمراض الخطيرة كلها تأتي مما تأكلون وما تشربون. إذا ضبطتم جيدا النظام الغذائي فستضبطون جيدا فيزيولوجيا الجسم، وبالتالي ستتحكمون في صحتكم وتبقون إن شاء الله معافين بعافية وبصحة جيدة. فإذا أفرط الشخص في الأكل وفي هذا النظام الغذائي، ويعني تعامل مع الأغذية كأنه علف تماما، لأن الحيوان يعلف باش يسمن، يعني وكأنه علف، فهنا يكون الخطر، يعني خطر ولا محالة. فلا يمكن أن لا يكون هناك خطر. يعني هنا غادي نجيو في تقريبا المحاضرة الثانية إن شاء الله غادي نشوفوا المسببات الأخرى. ناخذوا دايت أند كانسر، هذه شوية غادي تخلعكم ولكن ما يسالش. ولا تقولوا هذاك خينا جرعبنا وخلعنا بالكونسير والله يكون غير ست نخلعكم نيت باش شويه تقلوا باش تبقاو صحاح، عاد تبقاو صحاح وسبوني. المهم عاد بقاو صحاح وسبوني ماشي مشكل هذا. النظام الغذائي والسرطان الآن. السرطان هو يعني بعد أمراض القلب في الولايات المتحدة وفي الغرب عموما، فالسرطان هو ثاني مسبب للموت بعد أمراض القلب والشرايين. يعني في الاثنان كلهم كيجيو من الأكل، أمراض القلب والشرايين والسرطان كيجيو من الأكل. فبجوجهم يعني هنا ديزيز افتر هيرت ديزيز، هو هو الثاني بعد الهارت اتاك. وهذا شو انظروا، السرطان يقتل 1 على 4 من الامريكيين، كثير جدا، كثيره. شحال كيقتل في المغرب؟ ما عرفتوش، خصكم تعرفوا، سجلوا الاوسط. احنا تعدينا هذا العدد، احنا كنا 1 على 7، دابا احنا جايين 1 على 4. عرفتوا 25% كثير، لأن ربع المغرب غادي يموت بالسرطان، يعني 30 مليون 7 مليون ونص كلها غادي تموت بالسرطان. كثير ثقيل، كثير خطير جدا، كارثي. فيجب يعني أن ندق ناقوس الخطر، وأن يرجع الناس إلى الحقيقة وإلى الواقع كما كنا من ذي قبل. والله ما كانش السرطان يتسمع في قصب التادلة، ولا كان السرطان يتسمع في ورديغة في الشاوية أبدا. لماذا؟ ولا كان السرطان يتسمع في دكالة أبدا، ولا كان السرطان يتسمع في مكناس ولا في سوسماسة أبدا. لماذا؟ لأن قصب التادلة فيها الزيتون والقرقاع والزنجلان، ما فيهاش عهد 3، فيها أشياء أخرى، فيها الخضار فيها، لكن هادو بالذات الزيتون والزنجلان والقرقاع، هاد 3 هادو في قصب التادلة لا يمكن أن يأتي السرطان مع هذه ال3، لا يمكن. والشاوية فيها الحلبة والسانوج والحب رشاد وحبة حلاوة والباقي. نعم أم لا؟
احنا ما عندناش الزيتون في الشاويه، ولكن عندنا السانوج والحلبه وحب الرشاد والحبوب الطبيه اللي كاين. فما كانش سرطان في الشاويه، ما كانش سرطان في قصبة التادله، وما كانش سرطان في دكاله. لماذا؟ لان عندهم الدلاح وعندهم الهنديه، هادو ضد السرطان. الهنديه والدلاح، البطيخ الاحمر الان، البطيخ الاحمر وماشي غير البطيخ الاحمر، الزريعه ديال البطيخ الاحمر الان هي الدواء ديال سرطان البروستاتا. هذه علميا معروفه. يعني الغاز والبروبوليس ديال النحل والزريعه ديال الدلاح اللي كوبين، حتى الزريعه حتى ديال المطيشه لا كانت طبيعيه هي مزيانه ديال الطماطم. فهذه اشياء معروفه. ما كانش معروف سرطان في دكاله. وتعرفوا ان الخلقه ديال دكاله حنا كنا تنضربوا بهم المثل، كنا تنقولوا صحيح كيشي دكالي، نعم ام لا؟ كنقولوا غليظ كيشي دكالي. لان كان هذاك الجسم ديالهم يعني كيظهر، يعني الخلقه ديال الجسم في دكاله كانت قويه. لماذا؟ لان النساء كانوا ياكلوا، كانت النساء تاكل الحمص والفول، هذا اللي كانوا يسموه طيبوهاري، وكانوا يردعوا الطفل جيدا لان الحمص فيه حمض الفوليك، وحمض الفوليك هو الكرواسونس. وكان عندهم الدجاج البلدي والبيبي، كان البيض ديال البيبي كيعطيوه للاطفال، والليسيتين اللي موجوده في الصفر ديال البيض البلدي هي اللي كتطول الاطفال، هي يعني عامل النمو، هو الطفل كيطول يعني كيكون بصحه جيده. فلهذا دكاله كانوا يعني صحاح، لان عندهم فواكه، الخضر كان عندهم العنب والتين والفقوس والدلاح، وكان عندهم الفول الحمص والفول طيبوهاري، وعندهم الدجاج والبيبي البلدي. لا يمكن، هذاك الشيء علاش الجسم ديالو كان شديد، وما كانوش يعرفوا هما لا حليب الصيدليه ولا الطفل مريض ولا الحلاقم، ولا ما كانوا كاع يعرفوا هذه الامراض، ما كانتش معروفه ابدا ابدا ابدا. الان عاد تعرفت هذه الامراض ملي المناعه ديال الجسم قلت عند المراه المرضع وعند الحامل. المراه وهي حامل المناعه ديالها قلت، من طبيعه الحال الطفل غادي يجي يعني مرتخي ويجي ضعيف البنيه، ومن طبيعه الحال شوف شحال غادي ياخذ في الطول بعد 3 سنوات و4 سنوات. وملي كنفخوه بالحليب ديال الصيدليات غادي ياخذ نمو جسم، ولكن ما ياخذش نمو فكر. ربما الطفل اللي يبان لك عنده 15 عام ورا عنده 5 سنين، ملي كتعطيه عمليه ديال الحساب ما يعرفش ليها، هو الطول ديالو ولا عنده 1.40 متر، تما غادي يكون نمو ديال الجسم ولكن دون نمو الفكر. فخاص يكون تجانس نمو الجسم مع نمو الفكر اللي كان في حليب الام فقط، وليس في اي مكون اخر من صنع الانسان. فما هو السرطان؟ بطبيعه الحال كتعلمون ان هذا السرطان ياتي من خلل في الدي ان اي، الحمض النووي داخل الخليه. وهذه وسبحان الله خليه السرطان هي الخليه الكسوله في الجسم، ولو لم تكن كسولة لكان التورم السرطاني يظهر بعد 15 يوم وليس 3 سنوات. هي خلية كسولة جدا خلية السرطان. فمن طبيعة الحال التورم السرطاني يصبح يعني بشكل ملفت ويصبح بشكل خطير ثم يتعمم في الجسم، ولذلك سمي سرطان لأنه مأخوذ من العنكبوت. تعرفوا هذاك العش ديال العنكبوت سرطان، لأنه من لما كيبدا كياخذ الجسم كله، تيكون يعني مع الجسم كله. لماذا؟ لأن عامل الاي جي اف الذي يسبب السرطان هو عامل يدور في الدم، الاي جي اف يدور في الدم، وهذا العامل يذهب إلى كل الخلايا. فلما يصيب مثلا خلية البنكرياس أو خلية الكبد فيصبح في المخ أو يصبح في الرئة أو يصبح في المعدة أو يصبح في الأمعاء أو يصبح يعني في العنق في الأسوفاج، يعني في هذه البلعوم أو فيعني هنا تعمم اللي كنسميوه في الطب يعني الأطوار. كاين طور جي 1 جي 2 جي 3. ملي كيوصل جي 3 من طبيعة الحال ليس هناك يعني إلا العملية، وما يعني إذا كان 5 ولا 6 تورمات في الجسم العملية شنو غادي تنفع؟ ما تنفع فيهم العملية. طبعا ينتظر الشخص أجله. ف يعني بعجالة السرطان هو يعني سبوراديك، يعني ماشي أي مرض، يعني قدر يجي قدر ما يجي، يعني هو خصو يكون نادر، هو مرض نادر وما خصوش يكون كاع نهائيا إلا 1 في 100 مليون ولا 1 في 200 مليون. ولكن الآن ولا 1 على 4 ولا 25% ممن يموتون، ماشي اللي مصابون، اللي يموتون. عاد المصابين غادي نوصلوا 68 ولا 70 تقريبا فيها سرطان. اللي عارفوا راه عارفوا، واللي ما عارفوش راه ما عارفوش، المهم كاين سرطان. هذه هي المصيبه. لماذا اقول هذا القول؟ كاين سرطان اللي عارفوا اللي ما عارف. لماذا؟ لاننا ناكل نفس الشيء، لان الاشياء ولات مصنعه وكلها تباع بنفس الشيء. ولما الذي ياكله الانسان في خريبكا والذي ياكله في الرباط والذي ياكله في الدار البيضاء في مدينه اكادير، لاننا يعني اصبحنا ناكل اي شيء. فمن طبيعه الحال اذا كان هناك مرض فسيكون معمم تقريبا على كل الناس الذين ياكلون نفس الشيء. هذا هي المصيبه. وهذه لماذا تعمم السرطان في اوروبا وفي الغرب؟ لانهم ياكلون نفس الشيء. وهذا النظام الغذائي في اوروبا هو نظام خطير جدا، لانه نظام احادي. معنى نظام احادي ان الشخص ياكل نفس الشيء لمده 10 سنوات.
همبرجر فريت وبيرة ولا كوكا معهم. تصوروا شخص يأكل همبرجر فريت لمدة 15 سنة. إنسان مريض 100% مريض. لماذا لا يأتيه سرطان؟ يأتيه سرطان، نعم. لماذا؟ لأن مسببات السرطان موجودة، فيجب أن تقطعوا مسببات السرطان إن شاء الله، ثم لا يكون هناك سرطان. فيعني هذه لي كوز اللي غادي نشوفهم احنا إن شاء الله، يعني هما بدينا معهم. فيعني تقريبا كان العمر ديال ظهور السرطان هو 50 سنة، لكن الآن يعني أصبح أقل بكثير. فالنساء الآن ما بين 30 و40 سنة سرطان عند النساء. كاين هناك أطفال الآن في مدينة الرباط في مستشفى الأطفال كاين حالات ديال 3 سنوات ونصف أطفال فيهم سرطان، وكاين أطفال عندهم أقل من 2 سنين